ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. جايين النهاردة طبعا نتكلم عن ماتش ارسنال ونيوكاسل. ماتش بصراحة يعني قدر نيوكاسل انه يسيطر بالطول وبالعرض، على الرغم من ان هو مش هو المستحوذ طول الماتش، ومش هو اللي معاه الكرة طول الوقت. بالعكس تماما، الارسنال هو اللي كان معاه الاستحواذ كله، وهو اللي كانت الكرة معاه طول الوقت. ولكن نيوكاسل بصراحة كان بيلعب بطريقة ممتعة جدا، وقدر ان هو يجيب جونين ويخطف المكسب، عشان يعني يبقى حط رجل كده في نهائي الكاس. وطبعا استحق الفوز النهارده بصراحة نيوكاسل. يعني بعيدا عن اي حاجة، نيوكاسل بصراحة ممتع جدا الفترة الأخيرة، والثلاثي الهجومي بصراحة خطير جدا، سواء جوردن او ايزاك طبعا او ميرفي. التلاتة بيعملوا اداء مميز جدا جدا جدا. فيلا بينا بقى نخش نتكلم براحتنا عن الماتش. بس قبل ما نخش على الحلقة متنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الحلقة على طول. طبعا يا جماعة، لو بدأنا بأرسنال، فأرسنال بدأ بخطته العادية 4 في خط الظهر، قدامهم ثلاثي في نص الملعب وثلاثي هجومي. النهاردة تروسارد بدأ طبعا على حساب نوانيري اللي اتصاب وبرضه هيرجع تاني في فبراير. فيعني أرتيتا حظه وحش جدا 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 بصراحة. يمكن كل العناصر المهمة بتاعته، أو العناصر اللي بيقدر إن هو يعتمد عليها، مصابة، سواء ساكا وادي نوانيري، اللي حتى عوض ساكا كمان اتصاب. وعندك طبعا يعني اداء باهت جدا من اوديجارد الفترة الاخيرة. الراجل مش بيقدم المطلوب منه، او اللي احنا كنا بنشوفه من اوديجارد طبعا في فترات كبيرة من الموسم اللي فات وفي بداية الموسم ده قبل الاصابة. الراجل لما رجع من الاصابة كده عمل ماتش وماتشين، وبعد كده بدأ ان هو يعني يقدم اداء باهت جدا بصراحة. فده فارق جدا مع الفريق، لان اوديجارد واحد من العناصر المهمة جدا جدا. طبعا برضو عندك تروسرد النهاردة يمكن ما شفناهوش تماما. لا يعني بصراحة يعني انا اللاعب ده بحس ان هو بيتظلم لما بينزل يلعب ناحية اليمين. بحس ان هو بيتظلم، مش حتته، مش بيعرف يظهر فيها امكانياته. هو الراجل بيلعب مكان مارتينيلي. طب انت ليه ما عكستش بينهم؟ مش عارف. مارتينيلي لما بيبقى ناحية اليمين يعني بيأدي مع ان النهارده برضو مارتينيلي يعني ما شفناهوش غير يمكن في الشوط الاولاني، ما شفناهوش غير في الكرة اللي جابها في العارضة. الراجل بصراحة يعني حطها بصراحة، يعني هو كان في عدم توفيق طبعا فيها. الراجل حطها بشكل كويس جدا، ولكن ما دخلتش الكورة. فانا مش عارف بصراحة يعني ارتيتا هيلاحق منين ولا منين. ولكن برضو يعني خليني اقول لك ان ارتيتا برضو ما تعاملش مع الماتش بشكل كويس، وده هنتكلم عليه كمان دقيقتين بالظبط. لان احنا عايزين برضو ايه، نخش على نيوكاسل اللي بدأت برضو بالخطة 4 في خط الظهر، 3 في نص الملعب، التلاتة في خط الهجوم بتوع نيوكاسل، على عكس تماما التلاتة اللي في خط هجوم ارسنال. يعني زي ما قلنا التلاتة اللي في خط هجوم ارسنال، تروسارد وهافرتس ومارتينيلي، تلاتة ضعاف جدا جدا هجوميا اصلا. يعني التلاتة يعني تحس ان هم مش في يعني مارتينيلي تمام بيلعب في مكانه، ولكن مارتينيلي من اسوأ اللعيبة في الفترة الحالية. هافرتس الراجل يعني بيقدم دور المهاجم ده، يعني بيعمل ما يعني قدر المستطاع، بيحاول ان هو يعمل حاجة ولكن مش قادر. وده طبيعي جدا ان ده مش مكانه، ومش دي حتته، ومش ده اللي مطلوب منه. فيعني انا مش عارف ليه ارتيتا مصمم ان هافرتس هو المهاجم. تروسرد طبعا زي ما قلنا واتكلمنا عنه انه بيتظلم في الناحية اليمين دي. لو جينا بقى على العكس تماما، الثلاثي بقى الهجومي، ايزاك ومارفي وجوردن، ثلاثي هجومي يعني مش قوي، لا ده فتاك، يعني بسم الله ما شاء الله. ضغط، سرعة، قوة، مهارة، كل حاجة عندهم التلاتة كمان. يعني مش واحد او اتنين، لا التلاتة بسم الله ما شاء الله. ويمكن ميرفي ما بياخدش حقه زي ايزاك وطبعا وجوردن. ليه؟ هم اللي ظاهرين في الصورة، هم اللي بياخدوا الشو كله، ولكن ميرفي بيعمل ادوار مهمة جدا. وعلى فكرة الجون الاولاني بتاع ايزاك ده، كل اللعبة فيه كله في الاستلامة والقطمة بتاعت ميرفي اللي راحت الكرة منه وراح ايزاك شايطها. على فكرة كان مورفي ممكن لو مش ايزاك مش موجود كان هيشوطها وكان هيجيبها جون برضه. ولكن ايزاك برضه المكان وان هو يبقى في المكان ده حاجة طبعا محترمة جدا. الراجل الكرة نزلت له قدامه طبعا باستلامة جميلة بلفة من ميرفي، الراجل حطها عشان يلدغ ارسنال. طبعا زي ما قلنا في المقدمه كده، النهارده نيوكاسل ساب الكوره خالص يعني لارسنال. هو مش عايز الكوره ومش عايز الاستحواذ ومش فارقه معاه، هو كده كده بيقفل
يعني احنا شفناه النهارده، يعني في الشوط الاولاني كله بيلعب 4-5-1. الاربعة والخمسة اللي في نص الملعب دول بيقفلوا، يعني جوردن بيرجع ومارف بيرجع، مفيش غير ايزاك بس هو اللي قدام. الخمسة في نص الملعب بيقفلوا والمساحات بينهم قريبة جدا، سواء الخماسي الرباعي بتاع خط الدفاع او الخماسي اللي في نص الملعب. الخطوط بينهم متقاربة، يمكن احط لك صورة توضح اللي انا بقوله. الخطوط بينهم متقاربة جدا، وسايبين بقى لعيبة ارسنال يمشي الكرة يمين يمشي الكرة شمال، يلعبوا في نص الملعب براحتهم، يعملوا اللي انتوا عايزينه. احنا كده كده مش فارق معانا الاستحواذ، والفرقة كلها بتتحرك كأنها راجل واحد، يعني كله ناحية اليمين كله ناحية الشمال. فبالتالي دايما المساحات مقفولة، سواء انت بتلعب في النص او على الاطراف. فانت على الاطراف انا كده كده انت على اليمين، فاحنا قفلنا لك الناحية اليمين، على الشمال فاحنا قافلين لك الناحية الشمال. اللعيبة كلها بتتحرك كأنها لعيب واحد، كله ناحية اليمين وكله ناحية الشمال مع بعض. فيعني بصراحة منظومة محترمة جدا قدر يعملها ايدي هاو. يعني بصراحة ما قلت لك في المقدمة ان اداء ممتع، على الرغم ان هم مش معاهم الكوره ومش بيعملوا اي حاجه، هم بيستنوا المرتده. وده اللي حصل في الكورتين يمكن كمان. يعني ارسنال النهارده حوالي 23 24 كوره ثابته، ما قدرش يستفيد من ولا واحده، ومن كوره ثابته واحده بس دبروفكا هو اللي لعبها بطريقه كويسه جدا، قدر منها نيوكاسل في الشوط الاولاني في الدقيقة 38 عن طريق ايزاك طبعا انه يجيب الجون جميل جدا ويتقدم على ارسنال. عشان نخرج من الشوط الاولاني وننزل الشوط الثاني، مفيش لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم 5 دقايق هوبا جوردن يلدغ الجون الثاني برضو من لدغة كده، برضو من كرة مرتدة هوبا جبنا الثاني. خلاص هو ده اللي عايزه ايدي هاو. 1-0 2-0. هو اصلا يعني 1-0 بالنسبة له كانت تبقى جميلة وعسل يعني، ولكن الراجل امن بجون تاني من واحدة زي ما بنقول ان هي يعني خطفها كده. خلاص هو مش عايز اي حاجة تانية، الراجل خلاص امن. حط كل اللعيبه بتاعته في خط الدفاع، وابتدى كمان في الدقيقه 65 خرج ويلوك وميرفي وايزاك، ونزل بدلهم كيلي ولونج ستاف وبارنز. وبعد كده في الدقيقه 76 طلع جوردن ونزل المرون اللي هو بيريح لعيبته الاساسيه، وفي نفس الوقت بينزل لعيبه بتعمل ادوار دفاعيه بشكل اكبر عشان يامن الدنيا ويخرج بالنتيجه دي. هو مش عايز اكتر من كده. العكس بقى تماما ميكيل ارتيتا. يعني ارتيتا بقى عمل ايه؟ انا مش فاهم. يعني في الدقيقه 59 سحب يعني بارتي وسحب تروسرد. طيب جميل، تروسرد ده طبيعي ومنطقي لان هو الراجل يعني ما يعني كده كده زي ما قلنا مظلوم في الناحيه دي. طيب نزلت مين مكانه؟ خيسوس. طب ما يعني انا استفدت ايه دلوقتي؟ يعني انا كمشاهد وانا كفرقه الاستحواذ كله معايا، والفرقه اللي قدامي خرجت نص لاعيبتها وبتدافع. فخلاص انا المفروض يعني الفرقه اللي قدامي بتدافع وانا كده كده خسران 2-0. فمع احترامي يعني الارتيتا 2-0 زي 3-0، فابتدي ممكن اخد الريسك. ليه ما اخدش الريسك؟ ما انت الماتش التاني في الكينج باور، يعني صعب جدا تجيب ال 2-0 دي اصلا. فاللي هو يعني انت كنت ممكن تاخد ريسكايه، ومش طالب منك ريسكايه قويه. يعني انت جيت خرجت مثلا في الدقيقه 78 لويس سكيلي، ويمكن لويس سكيلي عمل ماتش محترم جدا ولعيب مميز جدا، ولكن الراجل ملتزم بالحته الدفاعيه ما بيقدمش ادوار هجوميه. فليه ما نزلتش كالافيوري؟ ما هو كالافيوري ميزته في كده انه في الحته الهجوميه حلو وبيقدم لك ادوار هجوميه محترمه. فرحت انت منزل زينشينكو. طب ما زينشينكو يعني اساسا لعيب، يعني احنا كلنا عارفين زينشينكو. فليه؟ ما انا ما فهمتهاش التبديله دي. وزي ما قلت لك تبديله تروسارد بخيسوس دي انا ما فهمتهاش. تبديله بارتي بجورجينو ليه؟ يعني انا كنت افهمها لو انت بتطلع بارتي وترجع ديكلان رايس وتسيب اوديجارد في نص الملعب وتنزل خيسوس، يبقوا تروسارد وخيسوس وهافرتس ومارتينيلي، وتهاجم اكتر وتضغط اكتر على لعيبه نيوكاسل وتحرج نيوكاسل. ما فيش. ما انا تبديلات اللي هي لعيب بلعيب دي انا ما بفهمهاش قوي في الحالات اللي زي كده. يعني انت في ماتش عادي يعني زي نيوكاسل، التبديلات اللي هي انا بخرج لعيب وبنزل لعيب
بيعمل نفس الادوار ولكن عنده الادوار الدفاعيه اكتر، فماشي فهمت الراجل كده كده كسبان 2-0 وبيأمن. انما انت يا ارتيتا بتعمل ايه؟ يعني انت خرجت لي تروسرد ونزلت خيسوس، طب انا استفدت ايه دلوقتي؟ ما انا ما استفدتش حاجه. ما هو مين اللي هيلعب ناحيه اليمين دلوقتي؟ خيسوس ما هو ما بيعرفش يلعبها، هافرتس ما بيعرفش يلعبها، هتجيب مارتينيلي يمين وتودي خيسوس شمال. طب ما احنا عملنا ايه؟ ما هو ما تروسرد موجود، وانت كده كده مستحوذ، وانت كده كده اللي ضاغط، وانت كده كده اللي بتحاول، فما تزود عدد اللعيبه اللي بتهاجم. فما فهمتش بصراحه التبديلات بتاعت ارتيتا النهارده، وكانت سيئه جدا. زي ما بقول لك كان المفروض يبقى كالافيوري ليه دور، كان المفروض ستيرلينج كان ليه بقى ليه دور. كان ممكن بقى تعمل تبديله تروسرد دي، تطلع تروسرد وتنزل ستيرلينج، ماشي تبقى مفهومه شويه. انما انت بتنزل خيسوس، انا دي ما فهمتهاش بصراحه. فيعني عتاب كبير جدا 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 على ارتيتا وعلى التبديلات اللي عملها، لانه يعني ما فادنيش بحاجه، ما عملش حاجه انا استفيد منها، او حاجه ان انا اقول ان يعني حاجه جديده، حاجه مختلفه، حاجه تفيد الفرقه. فانا مش عارف بصراحة. ارسنال طبعا في الفترة الاخيرة يمكن متذبذب شوية، وفي المطلق بيعمل اداء كويس، ولكن بيجي على اوقات على ارتيتا كده بحس ان دماغه عطلت ووقفت، مش عارف يتصرف، ودي بتأذي الفرقة جدا. وانت هنا في ماتش زي ده كان المفروض ان انت تقدر ان انت تطلع حتى بنتيجة ايجابية، يعني حتى بنتيجة التعادل. انت ما عملتش ده، وهتروح زي ما قلنا الكينج باور، هيبقى ماتش صعب جدا وماتش مقفول اكتر من الماتش ده، ولاعيبة نيوكاسل هتقفل اكتر بكتير من الماتش ده، فهيبقى ماتش صعب جدا 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 على ارسنال. فيعني لازم ارتيتا بقى يشد على نفسه شوية. ويمكن الماتش الجاي يوم 6/2 ان شاء الله هيبقى برضو لسه الاصابات ما رجعتش، ولسه ساكا مش موجود، ولسه نوانيري وكمان ممكن يكون لسه ما رجعش من الاصابة. فيعني الله يكون في عونك يا ارتيتا. ولازم بقى يعني تخش بقى في السوق الانتقالات الشتويه. ما شفناش اي حاجه لحد دلوقتي في السوق الانتقالات الشتويه، ما فيش ولا فرقه اصلا عملت اي حاجه. فيعني سوق باهت جدا لحد دلوقتي. فيعني لسه هنشوف، لسه الدنيا ماشيه. ويعني ارتيتا لازم يشد على نفسه شويه، ولازم يشد على اللعيبه دي شويه، ولازم ان هو يدعم في اسرع وقت، ولازم مهاجم. هنفضل نقول كل شويه ولازم مهاجم. اديك شفت النهارده ايزاك لوحده كان عامل ايه في ارسنال؟ يعني الفرقة بتلعب 4-5-1، الواحد ده كان مبهدل ارسنال معاه، مخلي خط الدفاع الاربعة بتوع الدفاع واقفين على يعني على حيرة من امرهم، مش عارفين يعملوا اي حاجة غير ان هم خايفين الراجل ده بس يعمل اي نوش، مش عارفين يتحركوا بسبب لعيب. وانت هافرتس اللي هو عادي سيبوه كده، يعني الراجل عمال يشوف في كوره اتلعبت له كده تقريبا في الدقيقه 75 تقريبا 76 حاجه كده، كوره لعبها الراجل مش شايف قدامه، لدرجه ان الكوره ملعوبه له لعبها بكتفه بدل ما لعبها بدماغه. اللي هو الراجل ده مش معانا يا معلم، الراجل ده مش في الدنيا. وده اللي احنا قلنا قبل كده، هافرتس بيقدم اداء كويس جدا بالنسبه لمكانه ده، لان ده مش مكانه اصلا. فالراجل معنى ان هو يجيب اهداف، ومعنى ان هو يعمل اداء محترم، وان هو يأدي اداء كويس، فده في حد ذاته حاجة كويسة. ولكن انت ما تطلبش من الراجل اكتر من كده، ما تطلبش من الراجل مهام هو مش هيقدر يديها لك ومش هيقدر يعملها. ده كده كان ملخص الحلقة النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. بشكركم جدا، وما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم جدا، وسلام.